السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غنقومو بتصحيح الامتحان الجوي الموحد للبكالوريا ديال السنه الاولى من سيكل بكالوريا سنه 2023 جذر تفعيلات ماده اللغه العربيه ديال جميع الشعب والمسالك العلميه والتقنيه. النص: هجرة الكفاءات. تعد الهجرة من أبرز ما يجسد حيوية سلوك الإنسان في تحركاته البشرية، فعملية الحراك والانتقال وتدفقات الهجرة نشاط دائب غير قابل للإيقاف، وهو جزء لا يتجزأ من التاريخ البشري وعامل من العوامل المحددة له. وللهجرة مظاهر عدة، من بينها هجرة الكفاءات أو هجرة الأدمغة كما تدعى أحيانا، وهي ظاهرة ليست بالجديدة على الساحة العالمية عامة والعربية خاصة، ولكنها أخذت بعدا أوسع وآفاقا أرحب مع حركة العولمة وبتأثير قواها المختلفة. تعددت المصطلحات بشتى اللغات وللإشارة إلى مفهوم هجرة الكفاءات، ومنها هجرة الأدمغة أو ما يطلق عليها إجهاض الأدمغة أو نزيف الأدمغة أو إهدار الطاقات أو هجرة العلماء أو نهب المعرفة واقتناص العلم. ووفقا لقاموس جامعة أكسفورد، فإن هجرة الأدمغة تعني حركة الأشخاص المهرة والمؤهلين تأهيلا عاليا إلى بلد بحيث يمكنهم العمل في ظروف أفضل وكسب المزيد من المال، ويمكن أن تدعى بهروب رأس المال البشري. وتزايد في الوقت الحالي أعداد الكفاءات العربية المهاجرة من موطنها الأصلي إلى دول أخرى، وذلك لعدة أسباب، منها أن العديد من الكفاءات العربية تتجه نحو الهجرة بسبب الظروف الاقتصادية المتمثلة في الراتب المحدود، إذ أن الكفاءة تعيش حياة تزداد مع السنوات خضوعا للسوق العالمية فيما يتعلق بأسعار الأدوية ووسائل النقل والأغذية وغيرها من احتياجات الحياة. كما أن بعض البلدان العربية تعج دائما بالمشاكل السياسية المختلفة وبالأحداث والكوارث السياسية التي انعكست سلبا على التقدم العلمي وحركة التطور في العلوم المختلفة. وهناك العديد من الأسباب التعليمية والتربوية التي تتسبب في هجرة الكفاءات من الدول العربية، منها انعدام التوازن بين النظام التعليمي ومشاريع التنمية ومستلزماتها في الدول العربية. تعمل هجرة الكفاءات على توسيع الفجوة بين الدول المتقدمة والدول النامية على المستوى الاقتصادي والعلمي، إذ أن العقول المهاجرة تعطي للدول المتقدمة مكاسب اقتصادية وعلمية كبيرة، بينما تشكل في المقابل خسارة للدول العربية التي نزحت منها هذه العقول. كما تمثل هجرة ذوي الكفاءات خسارة مادية وبشرية، وهذا ما يسميه البعض بالمنافع الطائعة والكلفة المحتملة من قبل الدول العربية، والتي تتمثل في إنفاق الدول على إعداد الكوادر المهاجرة وعدم الاستفادة منها في عملية التنوير والتوجيه ورفع المستوى الثقافي والاجتماعي والاقتصادي. نستخلص مما سبق أن الإنسان هو المورد الأساس الذي لا ينضب لجميع الأمم، وكل الموارد الأخرى على أهميتها تبقى مرتبطة بتكوينه، وأن الثروة الحقيقية للدول العربية هي عقول أبنائها وكفاءتهم، كما أن العلماء والكفاءات والخبراء هم الذين يحققون أمجادا لدولهم ويرسمون لها مستقبلا مشرقا. اقرأ النص قراءة متأنية ثم أنجز الأنشطة التالية. المجال الأول: درس النصوص على 10 نقاط. السؤال الأول: تأمل عنوان النص وحدد علاقته بالفقرة الثانية. بملاحظة عنوان النص وقراءة الفقرة الثانية يتبين أن العلاقة التي تجمع بينهما هي علاقة تفسير وتوضيح، انطلاقا من تقديم الفقرة تعريفا لهجرة الكفاءات ومرادفتها. السؤال الثاني: حدد القضية المركزية التي يعالجها النص. قضية النص الأساس تعريف ظاهرة هجرة الكفاءات وتعداد أسبابها ونتائجها لا سيما في الدول العربية. السؤال الثالث: اشرح قول الكاتب: الإنسان هو المورد الأساس الذي لا ينضب لجميع الأمم، وكل الموارد الأخرى على أهميتها تبقى مرتبطة بتكوينه. يعني أن الإنسان هو أهم مورد يمتلكه أي مجتمع أو أمة، وهو مورد لا ينضب وينفذ، ويرجع ذلك إلى أن الإنسان هو من يبتكر ويصنع ويدير باقي المواد المتاحة لديه، سواء كانت طبيعية مثل الموارد الطبيعية والمالية، أو كانت بشرية مثل المهارات والخبرات التي تأتي
تأتي أهمية باقي الموارد مرتبطة بالإنسان نفسه، فالإنسان هو من يقوم بتطوير التكنولوجيا لاستخراج واستغلال الموارد الطبيعية، وهو من يتحكم في الاقتصاد ويدير الموارد المالية، وهو من يعمل وينتج باستخدام الموارد البشرية المتاحة. بمعنى آخر، الإنسان يعتبر المحرك الرئيسي والعامل الحاسم في استخدام وتطوير باقي الموارد، وبدون وجود الإنسان وجهده وإبداعه لا يمكن استغلال باقي الموارد بشكل فعال أو تحقيق التقدم والازدهار في أي مجتمع أو أمة. يتوزع النص حقلان دلاليان: حقل دال على مفهوم هجرة الكفاءات، وحقل دال على أسباب هجرة الكفاءات. مثل لكل حقل بأربع عبارات وأبرز العلاقة بين هذه الحقلين. غنبداو بالحقل الدال على مفهوم هجرة الكفاءات: هجرة الأدمغة، هجرة الكفاءات، إجهاض الأدمغة، نزيف الأدمغة، إهدار الطاقات، هجرة العلماء، نهب المعرفة، اقتناص العلم. الحقل الدال على أسباب هجرة الكفاءات هي الظروف الاقتصادية، الراتب المحدود، المشاكل السياسية المختلفة، الكوارث السياسية، أسباب تعليمية تربوية. العلاقة بين الحقلين هي علاقة سببية. السؤال الخامس: هل العلاقة القائمة بين ظاهرة هجرة الكفاءات وتأخر بعض الدول العربية بحسب النص؟ فقدت الدول العربية الكثير من كفاءتها المهمة في مختلف المجالات مثل الطب والهندسة والعلوم بسبب الظروف الاقتصادية السيئة وقلة الفرص الوظيفية وقلة الاستقرار السياسي. هذا النقص في الكفاءات يؤثر سلبا على قدرة الدول على التطور والتنمية، حيث تفتقر إلى الخبرات والمهارات اللازمة لتحقيق التقدم في مختلف المجالات. بالتالي يمكن ربط هجرة الكفاءات بتأخر بعض الدول العربية في التنمية، حيث يؤدي فقدانها لهذه الكفاءات إلى ضعف قدرتها على الابتكار والتطور، وبالتالي يتأخر التقدم الاقتصادي والاجتماعي في هذه الدول. السؤال السادس: أبرز الطريقة التي اعتمد عليها الكاتب في بناء النص وعرض مضمونه مع التالي. الطريقة التي اعتمدها الكاتب في بناء النص: اعتماد الكاتب على المنهج الاستنباطي منطلقا من العام إلى الخاص، إذ قدم لموضوعه بالحديث عن الهجرة بصفة عامة ومن مظاهرها هجرة الكفاءات، لينتقل بعد ذلك إلى عرض القضايا الجزئية من قبيل تعريفه لهجرة الكفاءات وتعداد أسبابها في العالم العربي وآثارها، ليختم النص مذكرا بضرورة تنمية الإنسان أولا وأخيرا لتجنب هجرة الأدمغة. السؤال السابع: ركب فقرة متماسكة تلخص فيها مضامين النص مبديا رأيك الشخصي في القضية المطروحة. أنا أتفق مع الكاتب في قضية هجرة الكفاءات، إذ تمثل تحديا كبيرا لتنمية الدول العربية، حيث يؤدي فقدانها للكفاءات المهمة إلى تعثر الابتكار والتطور. ينبغي على هذه الدول تبني استراتيجيات للحد من هجرة الكفاءات من خلال توفير بيئة ملائمة للابتكار والاستثمار في التعليم والبحث العلمي، بالإضافة إلى تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين. بالتالي يتعين على الدول العربية الاهتمام بتنمية وتعزيز مواردها البشرية والحفاظ على كفاءاتها لتحقيق التقدم والازدهار في المستقبل. غنمشيو دابا للمجال الثاني اللي هو علوم اللغة، اللي عليه 4 نقاط. السؤال الأول: استخرج من النص تمييزا وبين نوعه. تمييز، أطلع تمييز، ولكن أنا أعطيت لكم واحد المثال خضوعا. نوعه تمييز ملحوظ أو تمييز النسبة. باء: استخرج من الفقرة الثانية استعارة وحدد المستعار منه. حتى الاستعارة هي راه كتيرة في النص، أنا أعطيت لكم غير مثال: اقتناص العلم، المستعار منه هو الطرائد. السؤال الثاني: ركب جملتين من إنشائك الخاص حسب الشروط الآتية. ألف: تتضمن الجملة الأولى أسلوب نهي موضوعه الهجرة القروية مع الشكل. المجال الثالث: التعبير والإنشاء. وتلحق هجرة الكفاءات وخسائر متعددة الأبعاد، وهذه الخسائر تنجم عن إهدار ما أنفق على تلك الكفاءات من مال، وإضاعة الفرص التي كان من الممكن تحقيقها في حال استقرت هذه الكفاءات في أوطانها وساهمت في عملية التنمية. اكتب موضوعا إنشائيا توسع فيه هذه الفكرة مسترشدا بما اكتسبته من تقنيات في مهارة توسيع فكرة، وذلك في حدود 20 سطرا.
هجرة الكفاءات تمثل ظاهرة تصيب العديد من الدول حول العالم بخسائر متعددة الأبعاد، وتتسبب في تداعيات سلبية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. إن هذه الظاهرة لها تأثيرات عميقة على الدول المصدرة للكفاءات، حيث يتم إهدار الاستثمارات المالية والفرص التنموية المحتملة نتيجة لرحيل هذه الكفاءات إلى خارج أوطانهم. أولا وقبل كل شيء، ينبغي أن نلقي نظرة على تكلفة تعليم هذه الكفاءات وتدريبها التي يتم تحملها من قبل الدول المنتجة. يتم استثمار موارد ضخمة في تطوير هذه الكفاءات وإعدادها لتحقيق الازدهار الاقتصادي والاجتماعي داخل البلدان، لكن مع هجرتهم يفقدون هذا الاستثمار الضخم. بالإضافة إلى ذلك، تفتح الكفاءات الهجرة أمام الفرص الجديدة والتحديات للدول المستقبلة، حيث يستفيد الدول المستقبلة من خبرات ومهارات هؤلاء الأفراد دون تحمل تكاليف تعليمهم وتطويرهم. وبدلا من أن تسهم هذه الكفاءات في عملية التنمية والابتكار في بلدانهم الأصلية، يسهمون في تعزيز اقتصادات وثقافات دول أخرى. ومن الناحية الاقتصادية، يؤدي نقص الكفاءات إلى تباطؤ عمليات الابتكار والتطور في الدول المصدرة، مما يؤثر سلبا على قدرتها التنافسية عالميا. كما يعد هذا النقص عائقا أمام استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تعتمد بشكل كبير على توفر الكفاءات المحلية. علاوة على ذلك، تثير هجرة الكفاءات قضايا اجتماعية وثقافية، حيث يؤدي رحيل الكفاءات إلى تقليص القدرات والمهارات المتاحة للمجتمعات المصدرة، مما يعيق عملية النمو والتطور الاجتماعي والثقافي. باختصار، يتضح أن هجرة الكفاءات تمثل ظاهرة تسبب خسائر متعددة الأبعاد للدول المنتجة، وتستدعي تدابير عاجلة لتقليل تأثيرها السلبي، بما في ذلك تحسين البيئة المحلية للابتكار وتوفير فرص العمل والاستثمارات المستدامة للحفاظ على الكفاءات وتحقيق التنمية المستدامة داخل الدول المنتجة. انا كنساليو الفيديو ديالنا، ما تنساش تحط معاك واحد اللايك وتشترك في القناه. الا محتاج شي جاوي هبط لنا الكومنتيرات، قول لنا الجاوي اللي بغيتي ان شاء الله نقدر نصاوبو. الله يعاونكم حتى الفيديو جديد.